اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبيبتي لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. كنرحب بجميع المشتركات القدام والجداد، مرحبا بكم والف مرحبا. اليوم غادي نصايب قهوه بارده كتحتاج لصوص كراميل. صوص كراميل غادي نوجدوه في الدار. اول حاجه كنحتاج الكاس ديال السكر اللي درته في المقله على نار متوسطه وخليته حتى داب. ملي داب لي السكر كامل ضفت عليه معلقه كبيره ديال الزبده وبقيت كنحرك، ومن بعد عاد ضفت عليه علبه ديال الياغورت طبيعي وبقيت كنحرك. واخا كتشوفوا داك السكر تحجر راه كيرجع يذوب. ملي كيرجع يذوب كنضيفوا عليه عاوتاني 4 كاس ديال الماء غليان. انا ما تصورش ليا داك 4 كاس ديال الماء، ولكن راني درت 4 كاس ديال الماء غليان ورشه ديال الملح حتى كيذوب داك السكر كامل. عاد كنضيف 4 ديال القطع ديال الشكلاط الابيض وكنبقى نحرك حتى كيذوب. كنطفي البوطه. ملي كيذوب هكا كامل كنجيب شي زليفه وكنخوي فيه هاد صوص كراميل. كيكون في الاول بحال هكا خفيف، ملي كيبدا يبرد كيولي هكا بهذا الشكل هذا، وكنغطيوه ونحتفظوا به في الثلاجه حتى كنبغيوه. داكشي علاش انا درتو باش نصايب به القهوه. بالنسبه للحليب كنحتاجوا ليه كاس ديال الشوفان كيف ما كان الغليظ ولا الرقيق. انا استعملت هذا الغليظ، لكن الا عندك الرقيق ديريه حتى هو، وجوج كيسان ديال الماء. يعني كاس ديال الشوفان، جوج كيسان ديال الماء. وكنغطيو الكاس الخلاط ديالنا وكنطحنوه مزيان حتى كيتطحن كامل كيولي كامل حليب. من بعد ما طحنا الشوفان كنجيبو الطويصه بحال هكا وكنحطو عليها شي سريبيته وكنخويوه الخليط باش نصفيوه. كنبقاو نعصرو هكا هاد الصريره حتى كيتصفى لينا كاع الحليب اللي كاين بهذا الشكل. وهذا اللي تصفى خصك ديريه على وجهك ما ترميهش. هنا غادي نجيب الكاس اللي غادي نصايب فيه القهوه بارده، وكنحتاج معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان. غادي نضيف منها غير معلقه صغيره، ومعلقه صغيره ديال صوص كراميل، ومعلقه صغيره ديال الحليب المركز او نيسلي، وجوج معلقات ديال الماء طايب. غادي نخلط مزيان، ويمكن لك تخلطي غير بمعلقه، غير انا هذه متواجده عندي خلطت بها. كنحاول نهز يدي هكا باش هذا الرشايش في الكاس باش كيعطيو واحد الديكور المنظر في الاخر زوين. صافي من بعد ما ساليت درت القطع ديال الثلج، وغادا نضيف الحليب ديال الشوفان. وكان هذا هو الشكل ديالو النهائي. جا المنظر غزال كيحمق والمذاق حسن. وبالنسبه للناس اللي كيشربوا الحلاوه، واخا تشوفيني درت معلقه ديال صوص كراميل ومعلقه ديال نيسلي، هذا راه ما كيجيش حلو بزاف. الا كنتي اختي كتشربي الحلاوه غادي تضاعفي المعالق ولا ديري معلقه كبيره، حتى انا خدمتي بالمعالق صغار، يمكن لك ديري معلقه كبيره. كان هذا هو اقتراح اليوم، نتمنى يعجبكم. تبقاو على خير وبسلام عليكم.